اهلا بيكم في كلام الهام. كنت بفتش كده في التلفزيون ووقع تحت ايدي فيلم اسمه انف وثلاثة عيون، وكان في حوار لطيف كده بين محمود ياسين وبين ماجدة. كانت بنت صغننة عندها 21 سنة والمفروض انها كان مكتوب كتابها، بس يعني بطريقة ما كده اتعرفت على دكتور هاشم ده وبقت تروح له البيت. في حوار من الحوارات الشديدة اللطيفة اللي حصلت بينهم، هو بيقنعها او بيقول لها ازاي انها تحبه. فبيقول لها ان ناس كتير ممكن ما يكونوش عارفين ايه هو الحب، ممكن يكونوا بيتصوروا ان هم بيحبوا، لكن بيكتشفوا بعد كده ان هم عاوزين حاجة تانية. ايه بقى الحاجة التانية دي؟ راح كمل وقال لها يعني مثلا كل البنات اللي انا عرفتهم كانوا مش بيحبوني عشان الحب الراقي كده اللي هو كله مشاعر ده، امال كانوا عاوزين ايه يا باشا؟ كانوا عاوزين يتجوزوا. الاوغاد عايزين يتجوزوا. لا اله الا الله، الغش وصل للبني ادمين لدرجه عاليه جدا جدا. الاوغاد عاوزين يتجوزوا، يعني ايه ده؟ لا هو عاوز يحب وبس. وحاول يقنعها ان مش دي الطريقه ابدا اللي بتعبر عن الحب. فهي بقى كبنت كده لطيفه خالص عايزه تعرفه قد ايه هي بتحبه، راحت بقى وجابت له الدبله بتاعت جوازها كان مكتوب كتابها، وقالت له شوف انا هو مكتوب كتابي عشان تعرف بس ان انا سبت كل ده وبخون جوزي، المفروض ان هو جوزها يعني، ما هي ما قالتلوش كده طبعا يعني، بس ده المنطقي بتخونه عشان بس بحبك وعشان اكون معاك. الحقيقه انا مبقتش عارفه الحوار ده يتقال عليه ايه اساسا. يعني هنا في عندنا اتنين، واحد صياد شاطر جدا جدا اللي هو طبعا دكتور هاشم محمود ياسين، راجل كبير في السن دي كده وفاهم، يعني هو في السن تقريبا سنه كان حوالي 35-40 سنة في الفيلم ده، فاهم الدنيا كويس وبيجيد تماما اللعب على كل الأوتار، وعارف كويس جدا ازاي ان هو يشد بنته ويوقعها في الحبال بتاعته. طبعا ده صياد زيه زي اي راجل من النوعية دي، ناعم كده وبيعرف يجرجر اللي قدامه. المقابل بقى قدامه في ماجدة، البنت اللطيفة الرقيقة الصغننة في السن، فيها كل المواصفات اللي تؤهلها ان هي تكون فريسة. صغيرة في السن، عندها 21 سنة او 20 تقريبا، اهلها منفصلين وهي عايشة ما بين دول ودول وفي حالة صراع دايما، عندها فراغ عاطفي شديد جدا لانها مش عارفة تحصل على الحب اللي هي عايزاه من العيلة بتاعتها، والنتيجة شخصية ضايعة هلامية كده. ولو انها في الاول كانت حابة جدا فكرة ان هي ترتبط بجوزها اللي هي كان مكتوب كتابها عليه ده، وكانت سعيدة ومبسوطة لحد ما الباشا دكتور هاشم ده دخل حياتها وابتدت المأساة. زي ما قلت عندنا طريقين، فريسة وصياد، ودايما العلاقة بين اتنين علاقة اللي هي يعني ما فيهاش بقى حاجة رسمية بتكون بالشكل ده، فريسة وصياد، راجل بيجيد العزف على الأوتار الحزينة بتاعت البنت الوحيدة ويعرف ازاي يشدها ناحيته، وهي بتنقاد ليه باستسلام تام، وممكن تكسر كل الحواجز علشان توصل للسكة اللي هي شايفاها ومش شايفة غيرها خالص، واللي فاكرة ان في اخرها بقى في رقصات وفي زهور وورود والكلام ده، وما تعرفش ان سكتها دي اخرها ندم شديد جدا جدا، زي ما حصل يعني البطلة الفيلم دي في النهاية. بس طبعا اكيد مش دي النهاية اللي بتحصل للكل، لكن في النهاية اللي بتحصل لمعظم الناس صدمة رهيبة جدا واحساس بالانكسار رهيب جدا جدا، لان الشخص ده بيسيب جواها فجوة قد كده ما بتعرفش تملاها تاني، وتفضل سنين كتير تحاول ان هي تتعافى من الصدمة الرهيبة اللي هي تعرضت لها والخذلان الشديد اللي هي تعرضت له من الشخص اللي تصورت ان هو بيحبها وبيموت فيها وان هو لا يمكن هيسيبها في يوم من الايام، واللي بيحصل ان هو بيسيبها، يعني هو بس حس ان دي ممكن تكون منطقة امان. اول ما تكون البنت منطقة تهديد ليه او لظروفه او لكيانه بيبتدي يتقلب الناحية التانية تماما ويبقى شخص تاني خالص، وتبتدي هي تعاني طول عمرها من تفريطها في حقها وتفريطها في نفسها لشخص ما كانش قد المسؤولية اصلا، ولا ينفع حتى لو شخص مسؤول ان هي تعمل كده معاه اساسا يعني. وزي ما قلت هما طرفين، صياد وفريسة. هل انت تقبلي ان انت تبقي فريسة لاي حد؟ قطعا لا، محدش يقبل لنفسه ان هو يكون بالضعف والهلامية دي. الراجل في كل الاحوال ما بيحترمش البنت الضعيفة، بيحترم البنت اللي ليها كيان وماسكة نفسها ومسنودة كده، مسنودة بشخصيتها القوية، مسنودة بثقتها في نفسها، غير كده هتتسفلت في الارض الحقيقة يعني. انا مش عايزاكوا تبقوا فريسة سهلة للنصابين دول، لا، كل بنت تبقى عارفة كويس قوي قوي هي بتتعامل مع مين، واللي يحاول يلف عليها او يحاول يجرجرها لاي حاجة هي مش عايزاها فورا تقطع علاقتها بيه. بلاش الحاجات البطولية وهبهدله ومش عارفة وهعمل فيه ايه، لا 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 لا،
الاشخاص دي ابرك حاجه تعمليها معاهم ان انت تروحي الناحيه التانية وتجري بالمشوار بعيد عنهم. انت ما تعرفيش ممكن يعملوا ايه، تصرفهم يبقى ازاي، رد فعلهم ممكن يبقى ايه. ده مش خوف، لا اطلاقا، هو تكبير دماغ مش اكتر من كده. انا مش هدخل في صراعات مع حد، انا هنجي بنفسي وامشي بعيد واسيبه بقى مع نفسه، هو يشوف غيري يتشقلب، ما ملناش فيه بقى، ربنا يبعده عننا ويبعد شره عننا تماما، احنا مش عايزين اكتر من كده. خليكوا يا بنات واثقين في نفسكم، بلاش تبقوا فريسه سهله للاشكال دي، لانهم للاسف الشديد بقوا كتير قوي حوالينا. والحل الوحيد اللي تعمله اي بنت ان هي توقف الاشكال دي عند حدها، عشان شره ما يروحش للي بعدها واللي بعدها، وقصه مش هتخلص كده. اسلم طريق ان انت تقوي نفسك وتقوي احساسك بنفسك وثقتك في نفسك، وتبقي عارفه دايما ان انت تستاهلي الاحسن، وما تستاهليش ابدا ان حد يمرمطك بالشكل ده، او ان هو يخليكي تجري وراه، او يخليكي تعملي اي تنازلات علشان توصلي له. لان مهما عملتي من تنازلات في النهايه هيسيبك برضه، لان هو في الاول وفي الاخر ما كانش بيحترمك اصلا، هو شايف ان انت حد بيقضي معاه وقت وخلاص. واتمنى اكون فدتكم، واي حاجه قلتها دلوقتي تكون نورت اي حاجه كده في دماغ اي حد فيكم، او عرفت اي بنت منكم تتصرف ازاي مع الاشكال اللي ما يعلم بيها الا ربنا اللي احنا بنقابلهم في حياتنا دول. واشوفكم الحلقه الجايه من كلام الهام، واستنوني.